السلام عليكم الاحباب ديالي، مرحبا بكم في القناه ديالكم ديلي سكيمه. اليوم جبت لكم واحد المعسله كتجي زوينه بزاف بواحد المذاق جديد بزاف بزاف بزاف. الحلقه هذه هي الحلقه التاسعه من شهيبتي في رمضان. نتمنى ان هذا الحليوه او هذه المعسله تعجبكم وتزينوا بها المائده الرمضانيه، لانها كتجي راقيه بزاف بزاف. وهذه الوصفه راه كنت حضرتها السنه الماضيه فقط للتذكير، باش الناس اللي يبغى عجباتهم يجربوها. هنا كنفكركم بالحاله ديال الكنافه اللي حضرنا مع بعض بالكواخاطه، نتمنى انكم تجربوه. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. اول حاجه عندنا 300 غرام ديال الدقيق يكون مغربل، عندنا ملعقه كبيره ديال النافع يكون شويه مسخن ومطحون، وعندنا ملعقتين كبيرتين من الزنجلان تا هو يكون مسخن ومطحون، كيجي المذاق ديالهم غزال بزاف. عندي هنايا سكر ديال المزهر، ممكن تعوضيه بالفانيلا، ممكن تعوضيه بشويه ديال المزهر. عندي هنايا نصف ديال خميره كيميائيه، غير نص ساشيه، كتجي بها الشيشه. هذه الحلوه هذه او هذه المعسله هذه كتجي هشيشه وكتجي لذيذه بزاف. عندي هنا ملعقه كبيره من الخل، انا كنخدم بالخل العادي، يعني تيعجبني في الحلويات والمعسلات، تيخليها هشيشه وتيخليها تشرب العسل. عندي هنا ملعقه كبيره ديال القرفه، وعندي 2 معالق كبارين ديال الزبده كنعبروها هكا. بالنسبه باش غادي نعجنها، انا غادي نعجنها بالحليب، ممكن نتوما تعجنوها بالماء الا ما عندك الحليب ماشي مشكل، ممكن تضيفي حتى الزعفران الحر الا عندك او تضيفي اي حاجه. نسيت لكم قبيصه ديال الملح فقط. هادو هما مكونات بسيطه بزاف بزاف، وكتجي معسله خطيره البنات، صدقوني كتجي غزاله بزاف بزاف بزاف. اذا اول حاجه كنديروا البول وكنجيو كنكبوا فيه الدقيق، وغادي نضيفوا النواشف كلها، يعني غادي نضيفوا السكر ديال المزهر، غادي نضيفوا الخميره، غادي نضيفوا النافع والزنجلان والقرفه، ومن بعد غادي نضيفوا قبيصه ديال الملح، وغادي نضيفوا الزبده. غادي نحاولوا نحربلوها مزيان، من بعد نجمعوها بالحليب. ما كتهزش ديك الكميه كامله ديال الحليب، ولكن تجي زوينه بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الحليب ممكن يديروا غير الماء. صافي كنقطعها هكا، كنخليها ترتاح واحد شويه، يعني واحد شويه ترتاح تقريبا واحد ساعه المكانه، باش كتجيكم رطبه وكتسهل عليكم انكم تخدموها. من بعد كنجيبها وكنسرحها رقيقه، حاولوا ترققوها مزيان بحال البرقات ديال كعب الغزال، يعني رققيها مزيان مزيان مزيان. الا عندك الاله حضريها بالاله، يعني خرجيها بالاله. انا اكتفيت غير بالمدلك، غادي نحضرها بالمدلك ونرققها بالمدلك، وغادي نصب شكيل ديالها بالمدلك. كيف قلت لكم خاصها تكون رقيقه. عندي هنايا واحد الدائره هذه راكم عارفين، هذه ديال الصابلي كنقطع بها، غادي نشكل كريات بزاف بزاف، ومن بعد غادي نبدا نخدمها. كتجي شكل راقي وزوينه في المذاق البنات، يعني صدقوني. ممكن ديري 3 الحبات، ممكن ديري غير 2 حبات، انا غنوريكم كيفاش ديري، يعني اما ديري 2 وريقات او ديري 3 الوريقات. هنايا البنات ديك لي شويت اللي كيبقاو كنجمعهم، تنجيب دابا الجراره وغادي نبدا نشكل بها. هذا سميتو ديالي، كنجيب هذا بياض ديال البيض، غادي نديرو غير في الوسط كيف كتشوفوا، وغادي نحط الثانيه الوسط، وغادي ندير عاوتاني بياض ديال البيض، وغنحط الثالثه فوق منها. ممكن ديري 2 وريقات، وممكن ديري حتى 3 الوريقات، ممكن ديري حتى 4 الوريقات حسب. انا صراحه بديت في الاول ب4، ولكن من بعد بديت كندير غير 3، لان جاتني شويه كيبان المنظر ديالها غليظه بزاف، فدرت غير 3، شكلت غير 3. ممكن ديري غير 2، وممكن الا رققتيها بزاف بزاف ممكن ديري حتى 4، كتجي المنظر ديالها زوينه وغزاله. كيف كتشوفين كنقطعها هكا على 3، وكنبدا كنجمع بحال الفرفاره، كنسميو نقدروا نسميوه مروحه او فرفره. غنسميه لكم معسله الفرفره او المروحه. ممكن هذاك الوسط تلصقيه بلوزه، ديري فيه لوزه، او ديري فيه قرنفله، او ديري فيه كاوكاوه، او ممكن تلاقيه غير هكا كيف كتشوفوا انا لقيته. كيف كتشوفوا شكيل راقي بزاف بزاف وزوين، يعني فريمون زوين، شكيل زوين بزاف. كيف قلت لكم ممكن ديري غير 3، فانا الاولين خدمتهم ب4، ومن بعد بديت كنخدم غير 3، وممكن تخدمي غير ب2، يعني حسب نتي شنو بغيتي والكميه اللي بغيتي تخرجي والشكل اللي يعجبك. حتى 3 كتجي مزيانه. كيف كتشوفوا كندير الورقه الاولى والورقه الثانيه والورقه الثالثه، وتندير بياض البيض. هنا غادي ندير عاوتاني 4 هكا، وغادي نقطع. كل ما رققتي الورقه كل ما مزيان.
غادي نقطع على 3 هكا. وحاولوا انكم ما تقيسوش الوسط، كيف كتشوفوا انا تنقيس غير الجوانب يكون داكشي متقايس باش تجيكم الفرفره ديالكم المنظر ديالها زوين. هنا بربعه كتجي زوينه هكا مورقه، ولكن كتجي شويه عامره، يعني كتجي ثقيله، ما غاديش تخرج لكم كميه كبيره. لذلك الا بغيتي تخرجي منها بزاف فهي هكا كتجي رقيقه وكتجي شاربه وكل شيء، غير هي الوريقات بزاف. هادوك الوريقات تيديو لك العجين بزاف بزاف. الا بغيتي تخرجي كميه اكبر ديري غير 3 او ديري غير 2. فكيف كتشوفوا هنا انا درت غير 3 جات خفيفه وزوينه. انا غنعاود لكم حبه اخرى. كيف كتشوفوا كنديروا البيض الوسط، كنجيبوا الحبه الاخرى الفوق وتنجيبوا عاوتاني وتنديروا صافي 3. وغادي نبدا كنقطع هكا 3 ديال الطريفات بالفرفاره عفوا بالجراره. اللي ما عندهاش الجراره وبغات دير غير بالسكين ماشي مشكل، هذيك الجراره غير كتعطي داك المنظر كيف كتشوفوا هكا مفرفره وزوينه. فهذه غزاله مورقه، غزاله والله الجيده، والمقادير ديالها في متناول الجميع، يعني اقتصاديه، ممكن انك تدوبلي المقادير. بالنسبه للعسل انا خدمت معكم العسل بزاف ديال المرات، ولا بغيتو نعاودوا لكم ما عندي حتى شي مشكل. انا اصلا غادي خادمه العسل انا تنخدمو بدون كوكوط وتنديرو كيجي ثقيل بزاف بزاف، واحد السر غزال، وحتى اللذه ديالو كتجي لذه زوينه. الا بغيتو نعاودوا لكم خلوها لي في التعاليق، لان انا صورته لكم السنه الماضيه. حتى هاد الوصفه راه صورتها السنه الماضيه فقط لان ما شافوهاش صراحه ناس بزاف. قلت انا يمكن هاد العام هذا تاخذ الفرصه ديالها ويشوفوها الناس ويجربوا هاد الوصفه، لانها فعلا زوينه بزاف بزاف، معسله راقيه بزاف بزاف. فهذه وصفه قديمه، يعني حضرتها السنه الماضيه، كانت حصريه السنه الماضيه ولهاد السنه هذه، فهي يعني المره الثانيه باش كنحضرها لكم. كيف كتشوفوا كنكملوا من بعد كنخليوها تنشف واحد شويه وكنسخنوا الزيت وكنرميوها في المقله كيف كتشوفوا، وتنجيبوا داك العود اللي باش قادينا كنزيدوا نبركوا عليه باش ما يتحلوش لينا دوك، كيف كتشوفوا ما يتحلوش لنا الوريقات. كترميها وكتضغطي على الوسط ديالها. الا درتي اللوزه ما غاديش تخرج، الا ما درتيش اللوزه يعني بحالي انا ما درتي لا لوزه لا والو، خاصك تضغطي عليها كيف كتشوفوا. فانتم كتشوفوها قدامكم كتحل وكتولي بحال المروحه. المذاق ديالها تيجي زوين بزاف بزاف، الشكل ديالها راقي، زائد انها ما يعني ما كتاخذش اليد، ماشي بحال الشباكيه يعني كتاخدي فيها اليد بزاف او فيها تعقيدات بزاف او ممكن تصدقلك او ما تصدقلكش. فهذه زوينه بزاف بزاف، بديل ديال الشباكيه، ممكن تزيني بها الطبله ديالك ويعني وشي حاجه راقيه. كيف كتشوفوا هذا هو العسل اللي حضرت، عسل ثقيل بزاف بزاف كيجي. بالنسبه للناس اللي كتقول لك نضيفوا الجلوكوز للعسل، فالجلوكوز كيعطي منظر زوين، ولكن الا كان العسل ما طايبش لكم مزيان فكيحجروا، يعني يردوا البال. كيف كتشوفوا هذه هي المعسله ديالنا، كتجي غزاله بزاف بزاف. نتمنى ان الوصفه تعجبكم، تنال رضاكم وتجربوها. نتمنى انكم تبارطاجيو باش توصل للناس كثار. قريبا غادي نحط لكم او غدا ان شاء الله الا قدرت غادي نحط لكم الشباكيه بشكل راقي وما عفوا مقادير اقتصاديه. احبكم في الله ودمتم في رعايه الله.